عاوزين نتبع نظام غذائي، نعرف الفطار والغدا والعشاء والسناكس علشان نقدر نخس. عناية ليك. انا بطبق نظام الحصص. الفكرة انك بتاكلي في اكل البيت عادي خالص، بس في حدود الحصص بتاعتك او السعرات بتاعتك. انتي لو اكلتي اقل من سعراتك هتخسي، اكتر من سعراتك هتزيدي في الوزن. نظام الحصص ده السكرين شوت اللي ظهرت قدامكم على الشاشة، على حسب كل وزن ليه عدد حصص مسموحة من النشويات، البروتين، الدهون، الخضروات، على حسب وزنك. انا بعمل النظام الغذائي الخاص بيا من اكل البيت. هو النظام ده بيعتمد على كده، وتقدروا تدخلوا عند دكتور نيلي شمس هتلاقوها شارحه النظام ده بالتفصيل. هي دكتوره بشريه، تقدروا تتابعوها. انا بعمل ايه؟ انا بفطر نشويات حبه كامله، شويه بروتين، خضار كتير، وكل يوم بغير الطبق، بس اهم حاجه يكون فيه الثلاث مكونات دول، بالاضافه طبعا للدهون الصحيه. الغدا بخلي فيه برضو نشويات، بروتين، خضار. اهم حاجة ناكل الوجبة في طبق واحد ونقسم الطبق بالطريقة دي. من الفطار والغدا باخد سناك، ومن الغدا للعشاء باخد سناك، يعني ليا 3 وجبة اساسية و2 سناك. من الحلويات صحية تساعدني ان انا التزم وقت اطول، والحلويات الصحية المقادير اللي فيها بخصمها من حصصي بتاعت اليوم، وطبعا مش باكلها كل يوم، يعني مرة كل فين وفين. اهم حاجة تتمشي في اليوم كويس، ونشرب مية كويس، يعني كوبايتين مع كل صلاة. لو حد مريض سكر، ضغط، اي مرض مزمن، عنده اي مرض، برجاء استشارة الطبيب المعالج. والاكل نظيف، يعني اللي ربنا خلقه بس بطريقة لذيذة، بدل ما كنا زمان مثلا بنتعذب واحنا بناكل دايت، لا احنا بنحاول دلوقتي بطريقة لذيذة ناكل اطباق شكلها فن، نعمل المنتجات بشكل جديد، نقدم الفاكهة بشكل مختلف، تحببنا اكتر في الاكل الصحي. وده ببساطة اللي انا بعمله على مدار الاسبوع. وطبعا ليا شيت ميل، وجبة مفتوحة او يوم مفتوح، بحب انبسط لو انا خارجة عادي جدا. باي باي.